الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة للمدينة ضحوا بكل ما يملكون علشان يفروا بدينهم وعشان يبنوا دولة الإسلام. اللي ضحى بماله زي صهيب الرومي رضي الله عنه، واللي ضحى بزوجته وأولاده زي أبو سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأحب البلاد إليه وترك كل شيء. لما نشوف النموذج ده بنتعلم منه أول حاجة حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم اللي ضحوا بكل حاجة علشان يوصلوا لنا إحنا الدين. الأمر الثاني إن إحنا نتعلم منهم المبدأ ده، مبدأ التضحية، إن إحنا علشان نفوز بجنة رب العالمين سبحانه وتعالى محتاجين إن إحنا نضحي الأول بما نستطيعه لنصرة دين الله عز وجل، نضحي بالمال اللي يستطيع، نتعلم العلم ونعلمه للناس، نصبر على الأمر معروف نهي عن منكر. لما توقف واحد دلوقتي في الشارع وتأمره وتنهاه برفق وبلين حتى بيسخر منك ويستهزأ بيك، لابد إن احنا نصبر ونعلم إن نصرة دين ربنا عز وجل محتاجة تضحية ومحتاجة بذل. أيضا نتعلم منهم إن احنا محتاجين نضحي لتحقيق الواجبات المفروضة علينا، محتاج يضحي بالنوم عشان يقوم لصلاة الفجر، المال عشان يؤدي زكاته الواجبة عليه، محتاج إن هو يضحي ببعض وقته عشان يروح يصلي. كذلك محتاجين ان احنا نتعلم مبدأ التضحية في الذنوب والمعاصي. احنا محتاجين نضحي بالعلاقات المحرمة، اللي حاطط فلوسه في بنك ربوي صعبان عليه اول فلوس وخايف يحطها في اي مشروع تضيع، نضحي بالفوائد المحرمة ديت ونتصدق بيها، ونضحي بالصدقات الآثمة، اصدقاء السوء اللي بيجرونا للذنوب والمعاصي، السجاير والمخدرات اللي واقع في المستنقع ده. لازم نعلم ان الوصول لجنة رب العالمين محتاج تضحية ومحتاج مجهود كبير عشان ننال رضوان الله سبحانه وتعالى. الصحابة قدموا أروع الأمثلة في التضحية والبذل، لازم نتعلم ده منهم علشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ونلقى الصحابة في جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.